انا مش عارف ابدا منين، بس ده منتج تايواني اسمه بط نباتي مقلد، يعني مش بط عادي ولا حتى بط نباتي، ده بط نباتي متقلد. هتسالوني يعني ايه نباتي مقلد؟ معرفش. هتسالوني معمول من ايه؟ معرفش، لان هو مكتوب معمول من دابوق مقلي، فاحنا عارفين دلوقتي ان هو في حاجه مقليه. ايه بقى الدابوق ده؟ هنفهم بعد شويه. وفي شويه حاجات غريبه بقى ما نعرفهاش، زيت نباتي وملح، حاجات يعني مش مهمه خالص دلوقتي، المهم الدابوق. طيب هو المفروض انه معمول من نبات القيقب اللي هو الميبل، يعني اللي بيعملوا منه الميبل سيرب، بس لما فتحناه بقت ريحته تونه اصلا. طيب هذا هو شكل البط النباتي المقلد. في حاجه هنا في الطرف شبه جلد البطه، ليه اسفنجيه. البط الحقيقي ما بيبقاش اسفنجي، المفروض ان هو بيدخل الفرن. بس انا هجرب اعض عضه كده. عارف انت الفل اللي بيجي مع الاجهزه؟ ده نفس احساس غريب قوي، قوام انا عمري ما اجيب بقي قبل كده. فاحنا نروح نحطه في الفرن يمكن يتصلح حاله. طيب يا جماعه ده شكلها بعد تلت ساعه في الفرن، ما اختلفتش كتير، في حتت منها بس تحس اتلسعت شويه، وحاسس انه قوامها الاسفنجي ده زاد. يعني انت بص ممكن تضربها بترد لك تاني. تعلم فيها بوكس، هاخد حته من هنا. خلاص نشوف قوامها من جوه. والله مش يعني ما اعتقدش ان دي حاجه انتوا عايزينها، يعني انتوا مش عايزين تتفرجوا اصلا على الموضوع كله. انا مش عارف مين ضحك عليهم وفهمهم ان ده طعم بط او قريب من البط او قوام بط. هو سفنج او كاوتش متبل توابل وحشه ما تتاكلش. انا بالنسبه لي ده ولا بط حقيقي ولا نباتي ولا مقلد ولا حتى بط اسكندريه.